السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكريب. هنعمل بالفراخ وهنعمله بالبطاطس. ان شاء الله هيبقى زي بتاع المحلات بالظبط. معايا كده بصوا ده بالفراخ اهو. طعمه جميل جدا وريحته كمان حلوه قوي، وهيبقى زي ان شاء الله بتاع المحلات. مش هتشتري من بره تاني. طبعا اسعاره بتبقى غاليه جدا في المحل. احنا هنعمله باقل التكاليف ان شاء الله. تعالوا كده نشوف هنعمله ازاي. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه. تعالوا يلا نبدا مع بعض. نقول بسم الله كده ونبدا نعمل الكريب. عندي كده كوبايتين من الدقيق. نخلاهم كويس، دقيق يكون كويس بتاع المعجنات يعني. ومعلقه صغيره كده من الملح، وكوبايه ونص من الميه. الكوبايه دي اللي انا عايرت بيها الدقيق هعاير بيها برضو الميه اهي المج ده. وعندي معلقتين كده من الزيت. هحط كده الملح بتاعي اهو، اقلبه كده مع الدقيق. بعد كده هنزل بالميه. ممكن تضربي الكلام ده في الخلاط لو مش حابه يعني تضربيه على ايدك. وهنزل بمعلقتين كده الزيت اهو. هضربهم بقى كده كويس قوي. هو الخليط بتاعنا بيبقى سايل، مش جامد يعني، مش تقيل قصدي. هكمل بقيه الميه. هدعكه كده كويس، قصدي هقلبه كده كويس وايه وارجع لكم. انا كده قلبت اهو، بس هو محتاج لسه ميه تاني. طبعا بترجع لنوعيه الدقيق اللي انت بتستخدميها يعني. فهحط له كده حوالي نص كوبايه تاني من الميه وهقلبه. اقلبه كده عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. كده خلاص اهو. بعد ما قلبته كده كوبايتين الدقيق خدوا كوبايتين من الميه. ده بيكون سمكه بيكون خفيف ماشي. هسيبه بقى ترتاح كده نص ساعه وبعد كده ايه نرجع لها. ده شكل العجينه اهي بعد ما سبتها كده ارتاحت نص ساعه. بصوا سمكها اهي، بتبقى خفيفه مش تقيله. احنا عملناها بفكركم بكوبايتين من الدقيق عليهم كوبايتين ميه دافيه، معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من الزيت. وعملتها كده زي ما انتم شايفين وسبتها ترتاح حوالي نص ساعه كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. في طاسه تيفال بقى كده او صينيه، هديها مسحه بس كده من الزيت، مسحه بسيطه خالص اهي، حاجه بسيطه كده. ممكن بمنديل او بالفرشه عادي. انا همسحها بقى بالمنديل عشان الزيت كتر مني، فهمسحها كده وارجع لكم. الطاسه اهي بعد ما مسحتها كده بالمنديل هنزل بيها فيها كده بكبشتين كده من الكريب. انا عندي الكبشه بتاعتي صغيره، ممكن تكون بتاعتك انتي اكبر تبقى واحده بس اهي كده. وهبدا احركها كده في الطاسه. الاحسن تعمليها كده على البارد، هي الطاسه سخنه تعمليها على البارد وبعد كده تحطيها على الايه على البوتاجاز بتاعك. اول ما هتبدا تفصل كده من الجناب هقلبها على الوش التاني لما اتاكد ان هي خلاص استوت يعني. بصوا هي كده خلاص اهي تمام اهي. هوريها لكم حتى، مش عارفه سخنه قوي اهي. بصوا انا بقى هقلبها على الوش التاني كده. انا كده قلبتها اهو. هستنى برضو لما تحمر يعني كده بسيط بس من تحت وبعد كده هطلعها. انا قلبتها تاني اهو بصوا اهي. هطلعها بقى واعمل معاكم واحده تاني. كل مره هاجي هعمل فيها همسح برضو الطاسه كده بمسح زيت بالمنديل اهي كده. وبعد كده هنزل فيها برضو بسم الله اهو كده. تحركي كده على طول عشان طبعا الطاسه سخنه، فتحركي قبل ما ايه ما يعمل مكانه يعني اهي كده. برضو شايفه الدقيق كل اللي سايح ده كده يستوي. بعد كده هنقلبها على الوش التاني. هقلب دي برضو كمان اهي. بصوا شكلها عامل ازاي. هتستوي برضو كده. هعدلها بس تستوي برضو كده وهطلعها كده. دي خلاص اهي برضو استوت اهي.
بصوا هي اول ما بتستوي بتتحرك في الطاسه بتبقى سهله جدا. هطلعها بقى واكمل انا بقيه الكميه كده عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. نعمل بقى الحشوه بتاعتنا. احنا هنحشي بالبطاطس، هنعمل كريب بالبطاطس وكريب بالفراخ. عندي كده ده صدر فرخه مقطعاه كده شرايح كده طويله، وعندي فص ثوم مفروم، وبصلتين كده مقطعاهم شرايح كده، واتنين برضو من الفلفل الرومي، وملح وفلفل وسنه كده من بهارات الفراخ، وكمون وبابريكا وزيت. حطيت طاسه كده على النار، هنزل فيها كده بمعلقتين كده بس من الزيت، اشوح فيهم الفراخ تسخن بس كده. ولحد كده ما الزيت يسخن على النار هجيب التوابل بتاعتي كده هحطها على الفراخ مع الثوم، وهحط لها نص ليمونه كمان نسيت اقول لكم عليها. هقلبهم بقى كويس كده. كده حطيت لها نص الليمونه مع التوابل بتاعتنا وقلبتها كده كويس. هنزل بقى بيها على الزيت كده. كده الزيت خلاص سخن اهو، هتاخد لون كده بس وايه وارجع لها. كده الفراخ بدات نزلت الميه بتاعتها اهي وغيرت لونها. هنزل عليها بقى بالبصل كده. هي طبعا ما بتاخدش سوا خالص، ما بحطش البصل في الاول عشان ببقى عايزه البصل يعني مش مستوي اللي هو يتهري يعني في الفراخ، ببقى عايزاه مصحصح يعني كده. وهنزل كمان بالفلفل، حابه تضيفي طماطمايه برضو عادي يعني حسب الرغبه. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا، طعمها كمان بيبقى حلو قوي. هقلبها كده بصلايه بس تدبل كده بسيط وارجع لكم. كده خلاص اهو انا هطفي عليها. بصوا الميه بتاعتها نشفت واستوت وطعمها حلو قوي. هطفي عليها بقى وتعالوا كده ايه نشوف هنعمل ايه. اهي بصوا شكلها، والبصل زي ما بنجيبها من بره بالظبط ان شاء الله، هيبقى طعمها جميل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. كده الكريب اهو بعد ما عملته كله عملوا 8 وحدات اهم. بصوا شكله عامل ازاي. طبعا هو بيطرى شويه بعد ما بايه يعني ما بننزله من على النار وكده، بس بعد ما بتحطيه تاني بالحشوه بيرجع ايه يبقى كويس. بصوا عامل ازاي اهو ما شاء الله جميل جدا. تعالوا بقى كده نحشيه الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. الفراخ وعندي بطاطس اهي محمراها، وده فلفل وطماطم عشان البطاطس، وكاتشب ومايونيز. تعالوا بقى نحشيها كده. هنحط واحده كده من الكريب، وهحط لها الفراخ كده في الربع ده. احنا هنعملها زي بتاعه المحلات اللي هي بتبقى مربعه دي اهو بالشكل. احط لها كاتشب كده عليها. الكاتشب بقى والمايونيز ده ايه اختياري يعني للي عاوز، واللي مش عاوز براحته. بعد كده هتنيها كده سخنه قوي. بعد كده هعملها كده وهرجعها تاني على البوتاجاز، وهضغط عليها بقى لحد ما تاخد ايه لون تاني اهي. النار بس تسخن شويه عشان كان الطاسه بردت وايه وارجع لكم. انا قلبتها هي على الوش التاني خلاص. كده هنطلعها ونعمل واحده كمان. كده هنعمل واحده كمان، نعملها بقى بطاطس المره دي. احط البطاطس كده وهحط لها طماطم كده وفلفل، مديهم رشه كده من الملح اهي. حطيت لهم برده كده كاتشب ومايونيز. هتنيها برده كده بالشكل ده اهي، وهرجعها على البوتاجاز كده اهو كده. بتاخد بس دقيقتين كده على كل وش، وبعد كده ايه بطلعها. ده كده اهو بعد ما عملته. بصوا الحشوه من جوه عامله ازاي، شكله جميل وطعمه حلو قوي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. انا عملت 3 كده بس عشان اوريكم، هكمل انا بقى الكميه كلها. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.